في تعليم سيء، ففي ولاد كتير مشيوا من التعليم، طفشوا. مفيش فلوس، في سرقة ونهب وفي افقار، فما حدش قادر يعلم عياله. الناس الفقراء ما كانوش قادرين يعلموا، فعيالهم راحوا انحرفوا. كل دي جرائم النظام السابق ارتكبها. مش بس الشهداء اللي في 25 يناير، ده في شهداء كتير جدا 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 ماتوا محدش حس بيه على مدى عشرات السنين. في شهداء كتير ماتوا في حوادث الطرق، ماتوا بالامراض، انحرفوا. لو ولد او بنت صغيرين وملقوش رعاية وملقوش كذا وملقوش كذا وانحرفوا، ده بقى صايع ودي بقت بلطجي، ده بقى بلطجي ودي انحرفت وكده. حياتهم اتدمرت، ودمروا الاسرة، ودمروا حياتهم، ودمروا عيالهم اللي جايين، ودمروا اهاليهم اللي موجودين. يعني عملية تدمير لمجتمع كامل. التعليم نزل الارض، العلم مفيش، البحث العلمي مفيش، الصناعة اتدمرت واتباعت المصانع برخص التراب وياخدوا عمولات. الزراعة، مصر بلد زراعية، بقت مصر مفيش. كل سنة بينقص 20,000 فدان من الأراضي الزراعية في مصر. حتى المية بتاعت النيل ولا هم منتبهين لها، ولا منتبهين لافريقيا اللي بيجي منها النيل دي، ولا اي حاجة. مركزين مع اسرائيل وامريكا عشان ايه؟ المحروس لما يتورث اسرائيل وامريكا يبقوا يعني ايه راضيين عن التوريث. فافريقيا دي بحيث حتى لما يعني شوية افارقة غلابة عايزين يهربوا كده من الحدود ويروحوا اسرائيل يشتغلوا هناك، زي كل الناس الغلابة اللي بيهربوا من افريقيا يروحوا ايطاليا او فرنسا او مش عارف ايه. ايطاليا وفرنسا بيقبضوا عليهم يحطوهم في مراكز كده، وبعدين يتصرفوا يرجعوهم بلدهم كذا مش عارف ايه. لا، ده كان كل يوم نقرأ خبر في الجرايد ان في مجموعة من الافارقة كانوا بيحاولوا يتسللوا اسرائيل، ومصر ايه قتلتهم، او الحكومة المصرية او يعني الشرطة او حرس الحدود او اي جهة يعني قتلت الافارقة. يعني اللي بيهرب ده من الحدود وعايز يخش اسرائيل عشان يشتغل، تقتله، اقبض عليه وحطه في مركز او في حاجة، او رجعه بلده او اي حاجة. وبعدين دول افارقة، يعني اللي انت اصلا النيل بتاعك عندهم، فانت المفترض يعني ان ده امتدادك الطبيعي، ده الحديقة الخلفية، ده بعدك الاستراتيجي. فالجرائم اللي ارتكبت ضخمة جدا، مش حكاية بقى ايه ان انت هتديني 24 مليون جنيه وانا سامحك، او تعتذر لي، واعتذار غير صريح. يعني برضو الاعتذار ايه؟ ان يعني معلش اصل كانوا المساعدين بتوعي بيدوني معلومات مش مظبوطة، حاجة يعني. مراد، ازيك يا مراد؟ منور. سلوى بتقول المشكلة ان اغلب الشعب المصري عاطفي جدا وبيصعب عليه الناس، حتى هم بيظلموا بمنطق ارحموا عزيز قوم ظالم. والله ده شيء يعني ما اعتقدش انه حاصل المرة دي، لان الناس يعني احنا كنا بنتكلم عن هل يعني عشان الثورة تنجح لازم تتوفر شروط نجاح الثورة. شروط نجاح الثورة 25 يناير اعتقد انها ما زالت متوفرة، ما زالت موجودة. يعني الناس اللي ايدت الثورة، ملايين الناس، ملايين الشعب المصري اللي ايد الثورة، والجيش اللي ايد الثورة وقف وحماها، اعتقد من الناحية الاساسية ما زال نفس الحال موجود. لان لا الجيش غير عقيدته ان هو يعني بدل ما يحمي الشعب هيقتل الشعب، ولا الشعب خلاص اتهنى وسعد فما عادش عايز ثورة بقى. ما اعتقدش ده. وكون في بعض الناس يعني زهقانة وكفاية بقى ومشاكل وقلق وتوتر واحنا قلقانين وكده، يعني ده تعبير عن القلق اللي جواهم، ده شيء طبيعي. لكن هم ما زالوا في نفس الاوضاع السابقة اللي هي اوضاع يعني ما تحسنتش ولا اتغيرت ولا اي حاجة.
فالاسباب اللي احنا قلنا شروط نجاح ثورة ان تتوفر لها الاسباب، اللي هي الناس حاسة بالاضطهاد، مش عارفة تعيش، مش عارفة تاكل، مش عارفة تشرب، وفي عصابة قاعدة تنهب. ده جوهر نجاح الثورة. ده بخلاف طبعا الدور اللي لعبه شباب الثورة في تفجير هذه الثورة. ما زالت الشروط دي موجودة، وبالتالي الثورة مستمرة. احنا بس كنا متحفظين على حكاية ثورة تانية، لا، هو استمرار الثورة عشان الثورة تستكمل مهامها. هو ده اللي كانت الملاحظة بتاعتنا. مراد بيقول السيدة الفاضلة سوزان مبارك لعبت كتير قوي على معزوف التدمير المجتمع، ثم التمثيل لدور تصليح المشكلات اللي هي واعوانها كانوا سبب فيها، زي اطفال الشوارع واطفال مرضى سرطان والامية والجهل. يعني جابوا الناس للمرض والجهل والتشرد، وبعدين يمثلوا دور فاعلي الخير اللي بيحاولوا يشفوا المرضى ويساعدوا المشردين ويعلموا الاميين. ده الله ينور عليك يا مراد، هو ده جوهر الموضوع. يجيبوا سرطان وبعدين يعملوا مستشفى، فانت تقعد تشكرهم على المستشفى. ينسوك ايه؟ ان انت تقعد تدينهم في ان هم جابوا السرطان. يبوظوا التعليم فما يبقاش فيه تعليم، فيعملوا مشروع بقى المحو الاميه، فتقعد تسقف لهم ان هم عاملين مشروع المحو الاميه بس بعد ما دمروا التعليم. واطفال الشوارع، يعني انك مجوع الناس وفي بطاله ومفيش شغل وكذا، فعيالهم بيتفشوا في الشوارع وهو مش فاضيين يسالوا على عيالهم، هم نفسهم مش لاقيين ياكلوا، هم نفسهم في الشارع، اهاليهم في الشارع. فماشي الحياه اجتماعي كده لاطفال الشوارع، فانت تقعد تسقف لها بدل ما تدينها عشان اطفال الشوارع، زي ما مراد بيقول يعني. لو شفنا بقى، نرجع تاني للقطة العامة بتاعت الهليكوبتر دي اللقطة العامة اللي احنا حاولنا نوصفها دلوقتي في ظل هذا المناخ. اللقطة العامة دي اللي كلها قلق وتوتر وكذا ومشاكل وسولار ومش سولار واضرابات وكذا واعتصامات والدنيا يعني بايظة، هو بيقول لك طيب انا هعتذر وهديك الفلوس اللي معايا وانت سامحني. يعني في تهيئة للمسرح الاول، عشان انت بقى تكون تعبت وطهقت من الاوضاع اللي حاصله. فلما يقول لك بقى نصطلح وخلاص وعفى الله عما سلف وخد هم قرشين كمان، فانت بقى يا عيني ايه تقول له ايه؟ طب ماشي. يبقى كل ده تهيئة للمسرح عشان ايه؟ انك تقبل اعتذاره والملمين اللي هم حدهم لك كويس. وبعد ما كده نبقى بقى ايه، بعد ما نخلص يعني الرئيس السابق وقرينته، بعدين بقى شوية بشوية كده يبدأوا يشوفوا بقى علاء وجمال. ده اللي كان بيبقى عليه حكم اعدام وعايزين يغيروا الحكم اعدام يغيروا له الحكم. فيعني قدام شوية كده يشوفوا بقى يظبطوا برضو موضوع جمال وعلاء وبتاع وخلاص وهيجيبوا الفلوس يعني كده، والحياة تتظبط. اعتقد ان وعي اللي انا شايفه من شباب الثورة من الشعب المصري البسيط، درجة الوعي ارقى بكتير من ان هم يضحك عليهم. ولو دخلتوا بقى، اكيد انتوا دخلتوا طبعا على الفيسبوك وعلى التويتر وشفتوا التعليقات اللي مكتوبة يعني قد ايه على هذا الخبر اللي اهدافه يعني معرفش يعني ايه الهدف ان الخبر يتصاغ بالطريقة دي ويتنشر بالطريقة دي. يعني هل هو نوع من جس النبض؟ شوفوا رد الفعل الناس يعني هتعمل ايه، وخصوصا يعني معمول في التوقيت اللي هو جهاز الكسب غير المشروع افرج عن قرينة الرئيس مبارك السيدة سوزان ثابت، افرج عنها طبعا وهي تحت نفس القضية يعني اللي هي الكسب غير المشروع. يعني اي حاجة تظهر جديدة يجيبها ويحقق معاها تاني، مش افرج عليها يعني بمعنى انه قفل القضية. هو ما قفلش القضية مفتوحة
لكن في حدود اللي حاصل ان هي طلع الفيلا اثبتت ان الفيلا مش بتاعتها، بتاعت جهة سيادية، ومعهاش غير 24 مليون جنيه يا عيني. فقالت لهم خدوهم هم كمان. فيعني حاجة بقى يعني ما لكوش حق بقى اكتر من كده. حسين، ايه رأيك في دور ملك السعودية والضغط على الحكومة المصرية للعفو على مبارك؟ مش عارف ايه مصلحته كده، ولا ملك السعودية خايف من حاجة احنا مش عارفين. اولا انا ما اعرفش ان ملك السعودية بيضغط على الحكومة المصرية، مفيش حد قال ده صراحة عشان نسأل يعني بالطريقة دي يا حسين. يعني هو يقال مثلا اقصى حاجة بتتقال ان في بعض الدول العربية بتضغط على الحكومة المصرية ان هي ما تحكمش مبارك، لكن لا قالوا مين الحكومات ولا قالوا مين في هذه الحكومات. وبعدين بيطلع تكذيب ان ما فيش. يعني اخر حد وزير العدل عامل حديث في القناة العربية النهاردة على موقعها الانترنت، بيقول ان ما حصلش حد ضغط عليه من اي دولة من الدول العربية، وقال حتى لو ضغطوا على الحكومة يعني على حد غيره يعني من الحكومة ان احنا مش هنقبل ده، لان دي يعني ترتبط بسيادتنا الوطنية. فمن الصعب ان احنا نفترض ان ملك السعودية هو اللي بيضغط وبالتالي نبدأ بقى نحكمه. عايزين نبقوا دقيقين شوية يا حسين في الحياة يعني بعد الثورة. يعني لازم يبقى في دقة قوي يعني في كل حاجة، نتعلم الدقة بقى في مصر الجديدة. يعني قبل كانت الحاجات كلها تبقى كده يعني ايه بالشبه، انما دلوقتي لازم كل حاجة يبقى فيها دقة يعني عشان نقدر ننجح. عشان انت عارف طبعا العدو اللي بيحاربك وعدو مصر الجديدة هو قد ايه ذكي، وقد ايه عنده خبرة، وقد ايه عنده فلوس، وقد ايه عنده يعني ميليشيات وتنظيمات او عصابات منظمة. يعني انت كمان لازم تكون دقيق قوي يعني. سلوى بتقول هم اتعلموا من الاسرائيليين ذكاء اللعب بالزمن والمراهنة على طول الوقت، يعني يطاطل الريح وبعدين يقوم ينطح. مظبوط يا سلوى، تمام صحيح. طبعا دي حاجة واردة جدا يا سلوى. مراد، المفروض منطقة مصر الجديدة اللي كانت بتضم مباني رئاسة الجمهورية يبقى اسمها دلوقتي مصر القديمة 2. يعني مشكلة مش في الاسم يعني يا مراد، بس ماشي الحال يعني لا مانع يعني. لو حد فيكم حابب ان هو يشارك بالصوت اهلا بيه. لو حد فيكم حابب يشارك بالصوت والصورة اهلا بيه، سواء اصدقائنا اللي جوه الشات او اللي بره الشات. يعني احنا جاهزين ان احنا تشاركوا معانا بالصوت او بالصوت والصورة زي ما تحبوا يعني. عموما انا عايز اسألكم بقى ايه رأيكم في الدعوة المليونية بتاعت يوم الجمعة الجاية؟ سلوى بتقول طالما يوم الجمعة انا موافقة. تمام، سلوى موافقة على المظاهرة المليونية طالما هي يوم الجمعة. لان ما فيهاش تعطيل لحاجة. لا، والاخطر كمان هو موضوع جس النبض ده، يعني ان نشوف كده لما يعني هيوافقوا ولا مش هيوافقوا. السيدة الاولى يعني خلاص تطلع، وكانوا قالوا قلب ومش قلب وجراحة وقلب مفتوح
وقسطرة وبتاع. دلوقتي بعد ما يعني اعفوا عنها مش كلام بقى عن وان زي ما قلنا لو كل واحد يا جماعة يعني سرق يرجع الفلوس وتسيبه. اولا هو مش هيرجع الفلوس كلها، هيرجع حتة صغيرة اوي 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 يعني هو برضو ايه، الناس دي متعلمة الفصال حتى في اللحظات الزنقة الشديدة. قال لك انا ما عنديش اي فلوس بره. بعد ما طبعا بعد شهر ونص من الثورة قال لك انا ما عنديش فلوس بره. طب ليه ما قلتش من الاول؟ شهر ونص كان بيظبطوا، هم اصلا بيظبطوا من قبل الثورة، لان محدش فيهم يعني عبيط ولا اهبل عشان يسيب الفلوس باينة كده. زي ما قال هيكل يعني حسين سالم مع المفتاح بتاع خزائن مبارك. ها الفكرة ان انت بترسخ انه قيم في المجتمع. اللي يسرق لو قامت ثورة ولو اتقبض عليه يبقى يدفع فلوس ويطلع. لكن ممكن يسرق وممكن ما تقومش الثورة، وممكن لو قامت الثورة ما يتقبضش عليه يهرب او اي حاجة او يكون مات او اي حاجة. فانت بترسخ انه قيمة في المجتمع. اللي يسرق ويتقبض عليه يدفع الفلوس ويطلع. يعني كل اللي في السجن دول، كل الحرامية اللي في السجن دول لو دفعوا الحاجات اللي هم سرقوها تمن الحاجات اللي يطلعوا. ده ناهيك بقى عن كل واحد برضو محبوس يكون عايز يقعد في مستشفى مثلا 5 نجوم ولا حاجة، المفروض ايه ان هو يقعد في المستشفى يعني زيه زي غيره. مع ان المجرمين اللي في السجون ما عملوش 1 على مليون من الجرائم اللي ارتكبها هذا النظام. ورغم كده يعني قاعدين يعني في المنتجع وكمان بيناقشونا يعني ان احنا ايه ممكن نوافق على ان هو يعتذر يعني ويدفع المليمين دول وخلاص بقى ما حصلش حاجة وبتاع. ده كده بنفسد البلد. وفي الحقيقة يعني هم بيحطوا المجلس العسكري في وضع صعب جدا جدا، لان الشعب طبعا لن يقبل على رقبته انه يقبل ده. فبيحطوا الجيش في نفس الموقف الصعب اللي حطوه فيها وقت الثورة، اللي هو ايه الجيش ينزل يضرب الشعب. الجيش طبعا ما قدموش غير حاجة من الاتنين، يا ينزل ويضرب الشعب لصالح النظام، يا اما يقف مع الشعب ويضحي بالنظام. الجيش لانه يعني هو جزء من الشعب، مش جيش يعني مستورد ولا جيش محترف او جيش يعني مرتزقة. هو من الشعب المصري، هو حتة من الشعب، وكان لا يمكن ان هو هيضرب. فهم بيحطوه في نفس الوضع تاني. الشعب مش هيقبل ايا كان حجم التضحيات اللي هيقدمها ابتداء من يوم الجمعة، واعتقد من النهاردة بدأ اظن يبقى في ناس في التحرير وعلى النت وفي الفيسبوك والدنيا يعني مولعة. الشعب مش هيقبل. فهم بيحطوا الجيش برضو في نفس الموقف الصعب تاني. الشعب مش هيقبل. طيب هيبقى ايه؟ الجيش اختار ان هو يبقى مع الشعب. تاني مرة تانية هيخلوه يختار انه يبقى مع الشعب. ها؟ وبعدين يعني احنا عايزين نبني. الاقتصاد في حالة صعبة، الحالة الامنية في حالة صعبة، عايزين نبني. فقاعدين بنقترح، احنا بنقول ان احنا كقناة هنعمل مبادرة ايه، دروس مجانية للطلبة. ها؟ وبندعوكم وزي ما بندعوكم كل يوم يعني ان انتوا تشاركوا معنا، تتطوعوا في بهذه المبادرة لدروس مجانية للطلبة، لان انتوا عارفين ميزانية الاسرة جزء كبير منها بيضيع فاحنا هنعمل دروس مجانية للطلبة. غيرنا عمل مشاريع تانية. الشباب قاعد بيبتكر وبيحط اقتراحات خاصة بدعم الاقتصاد المصري والعاملين في الخارج وهنا وصناديق وكذا. في اقتراحات كتيرة جدا. كل ما نيجي نعمل كده يطلعوا لنا حاجة يعني تعطلنا يعني.
لان هم طبعا مش عايزينك تنجح، لان انت لو نجحت خلاص هو كده خسر. لكن لو